عامل باسورد من 30 حرف ورموز وارقام ومتخيل ان مفيش اي حد هيقدر يسرقه؟ الحقيقه ان اقوى باسورد في العالم ممكن يتسرق بكلمه حلوه. كل الناس بتعمل باسورد صعب جدا عباره عن حروف كبيره وصغيره، رموز كتير وغريبه، وارقام علشان الهاكرز ما يقدروش يخمنوه. بس الحقيقه ان في مفهوم اخطر بكتير جدا من الهاكينج، وهو الهندسه الاجتماعيه او السوشيال انجينيرنج. طب هو ايه ده؟ ده فن اختراق العنصر البشري مش اختراق الكود. الهاكر الذكي هو اللي يقدر يخترق دماغك ويعرف انت عامل ايه بالظبط. يعني الهاكر مش بيخترق الكود، لا خالص، هو بيخترقك انت. طب ده ممكن يحصل ازاي؟ اول حاجه ممكن يتصل بيك ويفهمك انه من الدعم الفني بتاع البنك، ويقول لك عايزين تاكيد معلومات، او يبعت لك ميل شكله بروفيشنال جدا ورسمي بيقول لك ان حسابك اتقفل وانت محتاج تضغط على اللينك ده عشان خاطر تفتحه من جديد. ممكن برضو يبعت لك رسالة على السوشيال ميديا وتحس انها من صديق ويقول لك شايف صورتك دي، فتروح تضغط على اللينك عشان تشوف الصورة، فبياخد مفتاح الاكونت بتاعك. والمفاجأة انه مخترقش الكود ولا حاجة، انت اللي سلمته المفتاح بايدك بسبب الخوف او الثقة الزيادة او القلق والتوتر. المهم انك تبقى عارف ان اقوى سلاح ليك مش بس في الباسورد القوي، لا، في فلتر الشك. لو حسيت ان في حاجة غلط او في معلومات او بيانات شخصية، ما تديهاش للشخص اللي بيكلمك ايا كان هو مين. وخليك عارف ان البنك مش بيكلمك على التليفون عشان ياخد منك اي بيانات شخصية، ومفيش اي حد له الحق انه ياخد منك اي معلومات شخصية على التليفون، ولا يطلب منك باسورد، ولا يطلب منك OTP. انا كوساي شتاين، فولو عشان تخلي دفاعاتك الذهنية اقوى من اي باسورد.